السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم سنحلل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المباراة اللي تلعبت في ملعب سانتياغو برنابيو الذي فاز بها ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة. فاز أمام جماهيره وفي ملعبه. المباراة اللي كانت قوية بالنسبة للطرفين. الكل كيشهد أن جود بيلينغهام القاد الفريق ديالو للفوز بثلاثية مقابل اثنان على الغريم برشلونة مساء الأحد في إطار الجولة الثانية والثلاثون من عمر الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو. المباراة لم تكن سهلة لكلا الطرفين، لا على نادي برشلونة ولا على نادي ريال مدريد، وبالخصوص نادي برشلونة الذي غادر دوري أبطال أوروبا برباعية مقابل واحد على يد العاصمة نادي باريس سان جيرمان وخروجه من نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا. وكذلك ريال مدريد اللي عانى أمام فريق مانشستر سيتي الذي تغلب عليه ريال مدريد بصعوبة كبيرة، الفريق الذي فاز باللقب الموسم الماضي 22-23. فوز ريال مدريد أمام عملاق الدوري الإنجليزي بركلات ترجيح بعد تعادل في 90 دقيقة وكذلك في الأشواط الإضافية بسبب المباراة اللي وضعت المجموعة من اللاعبين في عدم المشاركة في مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مثل كارباخال وناتشو. بدأت المباراة بهدوء من الجانب الفريقين قبل ما يخطف كريستين الهدف التقدم للبارسا في الدقيقة السادسة من ركنية نفذها رافينيا وصلت إلى اللاعب الدنماركي الذي ارتقى وسدد رأسية في شباك الميرينغي. وهدر فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الهدف التعادل في الدقيقة السابعة حيث التقت مريرة من العمق من مودريتش وصوبها على الطائر لكن مرات فوق أعلى العارضة. وكاد يمين يامال أن يضيف الهدف الثاني للبارسا حيث انطلق وسدد كرة لكن الحارس لونين تصدى لها بتقدم في الدقيقة 13. وانطلق فاسكيز على الطرف الأيمن وتدخل على كوبارسي بعنف اللي يحتسب الحكم ركلة جزاء. المباراة لها فينيسيوس وتقدم حيث سدد لأسفل يسار تيرشيغن محرزا الهدف التعادل الملكي في الدقيقة 18 بعد تصويبة من يمين يامال لكرة أسفل يسار الحارس لونين. وطالب لاعب برشلونة باحتساب الهدف كون الكرة تخطت خط المرمى، لكن الحكم المباراة بعد رجوع لتقنيات الفيديو رفض احتساب الهدف للبارسا لأن الكرة لم تتجاوز خط بالكامل محيطها وأشار إلى استكمال اللعب في الدقيقة 28. طلب يمين يامال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد الالتحام مع كامافينغا لاعب ريال مدريد. في الدقيقة 69 نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الثاني للبارسا حيث وصل يمين يامال كرة تصدى لها لونين لترتدي أمام فيرمين الذي وضعها في شباك في الدقيقة 69. وسرعان ما سجل لوكاس فاسكيز الهدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73 حيث التقى عرضية فينيسيوس جونيور من لمسة واحدة وضع الكرة أسفل يسار تيرشيغن، كما تصدى الحارس الألماني تيرشيغن لتصويبة صاروخية من تشواوميني في الدقيقة 75. وتألق تيرشيغن في تصدية تسديدات من البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 78. وفي الدقائق الأخيرة من وقت بدل الضائع نجح جود بيلينغهام في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد الذي التقى كرة عرضية من لوكاس فاسكيز وسددها أقصى يسار تيرشيغن. تنتهي المباراة بفوز الميرينغي بثلاثية مقابل 2. أعزائي المشاهدين، قبل نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.